عاجل. مراسل الإخبارية: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف موقعا عسكريا في قرية موثبين شرق مدينة الصنمين بريف درعا وسط تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي في سماء المحافظة. ووزير الخارجية أسعد الشيباني في تغريدة على منصة إكس يقول: إدلب قلب الثورة وروحها، حضن الأحرار وملاذهم، سيروي زيتونها حكايات الصمود جيلا بعد جيل. ووزير الخارجية المصري يؤكد دعم بلاده للشعب السوري وتحقيق تطلعاته. والأمن الداخلي بوزارة الداخلية يطلق حملة أمنية في قرى ريف جسر الشغور بريف إدلب الغربي لملاحقة فلول النظام البائد، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين وضبط أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم. وتركيا تعين مستشارين إضافيين في سفارتها بدمشق. ووزارة العدل تصدر تعميما يقضي بالتقيد بالحصانة الممنوحة للقضاة والمحامين. والخارجية الفرنسية تقول: أي انتشار عسكري في المنطقة الفاصلة بين إسرائيل وسوريا يشكل انتهاك لاتفاق فك الاشتباك عام 1974، وندعو إلى احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها تطبيقا لمضمون ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي. لا تنسى تشترك بالقناة مشان تصلك أخبار سوريا أول بأول، وبالتوفيق.